السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يا بوش حوالكم، إن شاء الله ديما مبسوطات وفرحانات يا رب. والله يجعل أيامكم كلها راحة بال وسعادة. قبل كل شيء نحب نشكركم بزاف 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 على دعمكم وعلى تعليقاتكم الجميلة وعلى كل كلمة طيبة توصلني منكم. والله العظيم كل مرة نقرأ تعليق نحس عندي أخوات من كل مكان، نضحك معاهم، نحكي، نشاركهم، نحسكم عائلتي التانية. وراني دايما نحكي معكم من قلبي، مش من ورا كاميرا فقط. نحكي معكم كأخت كبيرة، كصاحبة، كإنسانة تحب لكم الخير. واليوم موضوعي حساس شوية ومهم بزاف. راني نحكي لكل بنت مخطوبة، اسمعيني وحلي وذنك مليح. لكل بنت داخلة على حياة جديدة، فرحانة، متوترة، خايفة، متأملة، وحلمها تكون زوجة سعيدة. نحبك تسمعي كلامي بهدوء، لأنه هذا الكلام ما جاش من كتب، ولا جا من تجارب ومن قصص ومن حياة، يعني من الواقع. أول شي، الخطبة حبيبتي مش نهاية الحلم، هي بداية واقع، فيها الفرح، فيها الحب، وفيها الخوف، وفيها الشك، وفيها أهم حاجة الاختبار. بداية لازم تفهمي، الراجل في فترة الخطوبة يحاول يكون في أحسن صورة، يبين لك الجانب الجميل، الكلام الحلو والعاطفة والهدايا والاهتمام. لكن من بعد كي تمر الأيام يبان الأصل الحقيقي. فلازم تكوني ذكية هنا، ماشي تشكي فيه، لا، بصح راقبي الأفعال ماشي الأقوال. واسمعي قلبك، بصح خليه يخدم معاه عقلك. تسمعيش غير بقلبك برك وتتبعي قلبك وتنسي عقلك، لا، قلبك وعقلك يخدموا في وقت واحد في فترة الخطوبة. ونزيد لك نقطة مهمة، ماشي كل واحد يقولك نحبك يكون فعلا يحبك بمعنى الكلمة. كاين اللي يحب يملك مش يحب، وكاين اللي يحب يسيطر مش يحميك. الحب الحقيقي حبيبتي هو اللي يخاف يوجعك، يخاف يكسرك، يخاف يخسرك، مش لأنك شيء، لكن لأنك قيمة في حياته. وراقبي كيفاه يتصرف كي تغلطي مثلا، واش يدير، واش تكون تصرفاته معك، اسكو يسمعك، يفهمك، ولا يهاجمك ويقلل منك. هذم لازم تركزي فيهم وتراقبيهم. الراجل اللي يحبك صح يتوجع من غلطة تاعك، لكن ما يهينكش، يعاتبك بعقل، مش بصوت عالي وعياط وضرب ولا لا. والله يا بنتي راح كاين رجال يتفننوا في كسر النفسية، يضحكوا معاك قدام الناس وبكلمة يدمروك في الدار. وكاين رجال العكس، ما يعرفوش يهدروا بزاف، بصح كل تصرف صغير منهم فيه رجولة، احترام، وخوف عليك. لهذا ركزي على التفاصيل الصغيرة، النية وحدها ما تكفيش، لازم تشوفي وش وراه من الداخل. نزيد لك نقطة أخرى على الغيرة والعلاقات. شوفي، الغيرة مطلوبة، صح مش كل لحظة تسأليه وين راك، وين كنت، علاش تأخرت. الغيرة الزايدة تخنق، وحتى هو ما لازمش يغير عليك بطريقة مرضية. ما يمنعكش من كلش، مثلا من خدمتك، من أهلك، من صديقاتك. كاين بالفعل رجال كي تخطب واحدة تمنع عليها، تخليها غير تتنفس برك، تحرم عليها الخرجة. كانت تخدم يقولها بطلي، صديقاتها يقولهم أنسي حكايتهم. خليه يعرف باللي قلبك معاه، لكن حياتك ما تتمحورش عليه. حياة الزوجية ما تبناش على الخوف من الفقد، تبنى على الأمان. نصيحة ليك حبيبتي، خلي بينك وبينه حدود. نعم، حتى في الخطوبة، ماشي لأنه خطيبك تولي الأمور مفتوحة بيناتكم. الاحترام في العلاقة هو الأساس، واللي ما يعرفش يحترمك في الخطوبة مستحيل يحترمك بعد الزواج. صعيب عليه أصلا أنه يحترمك بعد الزواج.
يقول هذه موالفة عادي، مهما ندير لها حاضر. احترمي نفسك، كوني رزينة وكوني ناعمة، لكن قوية في مواقفك. خليه يحس باللي انتي امرأة ماشي طفلة صغيرة، مرأة تعرف واش تحب وتعرف واش ما تقبلش. يعني كاين حوايج ما تقبليهمش على روحك، وإذا وقت تقولي لا تقوليها لا وبلا خوف. نزيدلك نصيحة أخرى، ما تخليش الناس يعيشوا خطوبتك أكثر منك. ما لازمش كل لحظة تنشري صورة ولا تهدري على تفاصيل. خلي حياتك الخاصة تبقى بينك وبين خطيبك. الناس ما يرحموكش ولا راح يحسوا بيك تتكسر العلاقة. حافظي على خصوصياتك حتى مع أقرب الناس ليك. حتى إذا توجعتي أعرفي تاع الصح مع من تحت، أبار أمك أختك بدي سرك حتى الوحدة. وشوفي علاقته بربي، ركزي عليها، هذا الجانب ركزي عليه. الرجل اللي ما يخافش من ربي سبحانه ما يخافش كي يظلمك. اللي ما يصليش واللي يكذب اللي يستهين بالأخلاق ما تتوقعيش غدوة يعاملك بأمانة وبحب وباحترام. لا، خذيها قاعدة في حياتك. الرجولة تبدأ من الخوف من الله سبحانه وتعالى، مش من الصوت العالي ولا الهيبة الفارغة. ونزيد لك حاجة على الخلافات، راح يجي نهار وتختلفوا. هذه عند الناس كامل، ماشي غير عندك انتي وتحت. لا، ناس كامل تختلف، وهذه قلت لك عادي. لكن شوفي كيفاش يتصرف وقت الخلافات. كاين اللي يختار يسكت ويحترمك، وكاين اللي يجرحك بكلمة، يرد لك بطريقة قاسية أو يتجاهلك أيام. الفرق هنا هو النضج. اللي يسكت ويحترمك ناضج، أما اللي يتجاهلك أيام حبيبتي لا، متقبليش على روحك. الزواج مش حب فقط، الزواج مسؤولية، احترام، صبر، تفاهم، وتنازل بالعقل مش بالإهانة. حبيبتي ما تخافيش من الوحدة، خافي من العلاقة اللي غالطة، خافي من شخص يطفيك وانتي تحاولي تضوي حياته من جديد. الخطوبة ماشي عقد أبدي، وماشي عيب تقولي منكملش كي تحسي روحك مش مرتاحة. العيب هو تكملي بطريق وانتي عارفة نهايته ووجهه. وتذكري دايما ربي ما يكتبلك إلا الخير، ويمكن رفض اليوم هو حماية الغدوة. كي ترفضي اليوم وتقولي لا، تحمي روحك الغدوة. ونصيحة ليك يا أختي من قلبي، كوني بنت محترمة مثقفة تفهم في دينها ودنياها. اهتمي بنفسك بلبسك وبعقلك وبروحك. الأنوثة مش مكياج، الأنوثة في الهدوء، في الكلام الطيب، في الثقة بالنفس. وكوني دائما مستقلة عاطفيا، ما تخليش قلبك يتحكم فيك. وما تربطيش سعادتك بحتى إنسان. اللي يحبك يكون إضافة في حياتك مش مصدر سعادتك الوحيد. حبيباتي، ربي يتمم لكم الخير ويكتب لكم رجال صالحة، راجل يخاف الله فيكم ويكون لك ستر وسند. وربي يهدي كل خطيب وخطيبة لبعضهم، ويبعد عنكم كل عين وشر وحزن. حبيبتي، وإذا راكي حزينة أو محبطة قولي لنفسك أنا ما خسرتش، أنا تعلمت درس. وكل تجربة تمر بيك تخليك أقوى، أنضج، وأقرب من الصح. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتخلوا لي تعليق. قولوا لي واش أكثر نصيحة لمستكم اليوم، ولا تحكوا لي تجربتكم مع الخطوبة. راني نقراكم واحدة واحدة ونرد عليكم من كل قلبي. أنا زهرة، وراني دايما هنا معاكم، ننصحكم ونحفزكم ونحبكم من كل قلبي. كوني مخطوبة واعية مش متوترة، كوني حبيبة عاقلة مش متسرعة. سلام حبيباتي، ربي يوفقكم ويكتب لكم أيام كلها خير وفرح. نلتقي في الفيديو الجاي إن شاء الله يا رب.